ليه في ناس بتوصل لأعلى درجات النجاح بينما في ناس تانية بتفضل ثابتة في مكانها وبدون أي تقدم؟ إيه الفرق بين عقلية الشخص الغني وعقلية الشخص الفقير؟ إيه الحاجات اللي بيعملها الشخص الغني عشان ينجح ما بيعملهاش الفقير؟ النهارده بقى هنكشف الأسرار وهنوضح الفروق الدقيقة بين الاتنين، وكمان هنشوف إيه اللي قالوه الخبراء عن الموضوع ده. عزيزي المشاهد، لو ركزنا هنلاقي ان الغني بيفكر بعقلية وطريقة مختلفة تماما. دايما بيسأل نفسه ازاي اقدر احقق اكتر، او ايه هي الفرصة اللي انا ممكن استفيد منها. هنلاقي دايما الغني عنده نظرة ايجابية، بيشوف الفرصة في كل مكان حتى في الازمات. مثلا لما يحصل ازمة اقتصادية هنلاقيه دايما بيدور على طرق يستفيد منها، زي الاستثمار في العقارات، او ان هو مثلا يشتري اسهم متراجعة. لو جينا بقى للفقير مش شايف غير العقبات والمشاكل، وده طبعا بيمنعه من التحرك للامام. الغني دايما بيشوف الفشل كفرصه للتعلم، انما بقى الفقير دايما بيشوف ان محاولاته مش ناجحه، بيستسلم بسرعه. تلاقي الشخص الناجح بيعرف ان هو يدير وقته بشكل ناجح وفعال. كل يوم عندهم مخطط وجدول زمني محدد، بيحطوا دايما اهداف واضحه ومحدده، ده طبعا عشان يحققوها. الغني بيبدا يومه برياضه كل يوم الصبح، بعد كده عزيزي المشاهد شوية وقت للتخطيط والتفكير، بعدها بيبدأ بتنفيذ مهامه. كل دقيقة بالنسبة له محسوبة في تحقيق أهدافه. إنما بقى الفقير هتلاقي كتير منهم بتضيع الوقت بدون تخطيط أصلا، وده بيؤدي في النهاية إن هما ما بيوصلوش لحاجة ملموسة. الفقير ممكن يقضي وقته كله في مشاهدة التلفزيون مثلا، أو تصفح الإنترنت بدون هدف، بينما الغني بيستثمر وقته في حاجات مفيدة زي التعلم والعمل. عزيزي المشاهد، دايما الغني ما عندوش اوبشن او فكره ان هو يتوقف عن التعلم، دايما بيستثمر في نفسه، سواء بقراءه الكتب او حضور الدورات التدريبيه، او حتى بان هو يسال الناس الناجحه اللي حواليه. هتلاقي دايما الغني بيقرا كتاب كل اسبوع او بيحضر ورش عمل متخصصه في مجاله. في المقابل الفقير كتير منهم هتلاقيه بيكتفي باللي اتعلموه في المدرسه او في الجامعه، ما بيدوروش خالص على تطوير نفسهم، وده طبعا اللي بيخليهم ثابتين دايما في مكانهم بدون تقدم. كمان هتلاقي دايما الغني بيدور على مصادر جديدة للتعلم زي الانترنت، بينما دايما الفقير بيتجاهل الفرصة دي. دايما هتلاقي الناجح بيدور على مخاطرة محسوبة، عندهم حاجة كده ثابتة في دماغهم ان المكسب الكبير بيجي من المخاطرة، لكنهم مش مجرد ان هم بياخدوا القرار كده، لا ده بيحسبوها كويس قبل ما ياخدوا القرار. مثلا هتلاقي الغني ممكن يستثمر جزء من فلوسه في مشروع جديد او فكرة مبتكرة مثلا، ده طبعا بعد ما بيعمل دراسة جدوى ويحلل نسبة المخاطرة. انما اخونا التاني الفقير جزء كبير منهم بيخاف اصلا من المخاطرة، وبيفضلوا دايما وضعهم والامان اللي هم فيه، ده طبعا حتى لو مش بيحققوا اللي هم نفسهم فيه. الغني بيدرك ان الخسارة جزء كبير من اللعبة، وانه مثلا ممكن يتعلم منها ويحقق نسب نجاح اكبر. هتلاقي دايما عنده شبكة اجتماعية قوية بتساعده وتدعمه، دايما هتلاقيه بيدور على الناس اللي عندهم نفس طموحاته واهدافه. مثلا ممكن تلاقي الغني عضو في جمعيات رجال الاعمال او منتديات متخصصة، تلاقيه دايما بيحضر مؤتمرات ولقاءات مع الناس اللي عندهم نفس الاهتمامات. على الجانب الاخر هتلاقي دايما الفقير بينحصر في دايرة اجتماعية محدودة، ما بيدورش على توسيع شبكة علاقاته اصلا. الغني بيدرك ان العلاقات القوية ممكن جدا ان هي تفتح له ابواب وفرص جديدة، بينما الفقير ممكن يعتبر علاقاته الاجتماعية مضيعة وقت. عزيزي المشاهد، هتلاقي دايما الغني بيفكر ازاي يستثمر فلوسه عشان تجيب له اكتر، ودايما بيشتري اصول عشان تزيد قيمتها مع الوقت زي العقارات مثلا والاسهم. هتلاقيه دايما بيشتري شقق تجاريه، او مثلا بيستثمر في شركات ناشئه عندها فرصه نمو كبيره. انما بقى الفقير هتلاقيه دايما بيصرف فلوسه على حاجات استهلاكيه ما بتجيبش عائد، زي مثلا شراء سيارات غاليه او اجهزه الكترونيه غير ضروريه. عزيزي المشاهد، انا مش عايزك تستغرب، ممكن جدا مصطلح او كلمه فقير تندرج تحت مسمى شخص غني، يعني ممكن باختصار ان الشخص الغني اصلا يكون هو اصلا فقير، وده طبعا على حسب ثقافته الماليه. الغني بيدور دايما على طرق لتوليد دخل ثابت، بينما الفقير بيستهلك كل دخله بدون تفكير في المستقبل. في النهايه عزيزي المشاهد، الفرق بين الغني والفقير مش بس في الفلوس، لكن كمان في العقليه او التصرفات اللي بيقوموا بيها. لو عايز تكون ناجح ابدأ بتغيير طريقتك واستثمر في نفسك وخد المخاطرة المحسوبة.
وكمان تبني علاقات قوية حواليك. واستثمر فلوسك بحكمة. ما تنساش ان الشخص الناجح ما بيجيش في يوم وليلة، لكنه بيجي نتيجة مجهود واستثمار وتفكير. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة. الله غالب. سلام.